السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين علشان عيد الفطر المبارك. يا رب يعود عليكم بخير، ويا رب تكونوا في بيوتكم متهنيين بإذن الله. النهاردة هنعمل الكحك بطريقة حلوة قوي قوي وسهلة جدا. يا رب تعجبكم، ولو عجبتكم طبعا انا نسيت اقول لكم معاكم اميرة ثابت. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش وما تبخلوش عليا باللايك. معانا دلوقتي 3 كيلو دقيق، هنعمل 3 كيلو كحك. طبعا الدقيق لازم يتنخل. انا ده الكيس التاني، هنحط ده تالت كيس، حطيت 3 اكياس، وهنحط ذرة ملح علشان 3 كيلو، فحطيت حبة شوية يعني كتر شوية. معانا بتاع نص كوباية سمسم، ومعانا معلقتين ريحة كحك. ريحة الكحك انا جايبة المحلب، بتتباع كده في فتح الله، عبوة صغننة كده، طحنتها وحطيتها على ريحة الكحك، بتبقى ريحتها حلوة قوي. اللي هي ريحة الكحك اللي هي المطحونة ديت بتبقى حلوة قوي، هي ديت بتبقى محلب وانا بطحنها. هنجيب بقى دلوقتي، انا حطيت المواد الجافة على الدقيق الاول، وبعدين ركنتها، وهنحط الخميرة البيرة. هنحط نص كوباية مية، اهم حاجة اللي احنا ما نزودش المية في الكحك، فنص كوباية المية ديت محسوبة. نص كوباية مية هنحط عليها كيس بيكنج باودر، وحطيت معلقة وحبة كده اهوت من الكيس التاني، علشان دول 3 كيلو كحك. فانا حطيت المواد الجافة كلها وقلبتها، وبعدين هنحط بقى ايه، السمنة وكده. السمنة ديت انا اتحاها، السمنة ديت كيلو و650 جرام سمنة، يعني السمنة لكل كيلو 550 جرام. فانا بما اني عاملة 3 كيلو، فعاملة كيلو و650 جرام. لو ما عندكيش طبعا ميزان، الكيلو بياخد كوبايتين سمنة، كوبايتين وربع، طبعا على حسب الدقيق بتاعك. احنا بنقلب الدقيق كده مع السمنة، وحاجة كمان بالويم يعني. بنقلب الدقيق كده مع السمنة، السمنة سخنة علشان انا بحب الكحك على السخن. ريحة السمنة مع الدقيق مع ريحة الكحك بتدي ريحة حلوة قوي، غير اللي هو على البارد. هو اللي على البارد حلو وكل حاجة، بس ده بتبقى ريحته احلى. طبعا علشان السمنة سخنة انا سبت العجينة تهدى شوية، وبعدين بحضر الملبن. الملبن دوت اللي هو بالكيلو كده. بوريكم دلوقتي ان الخميرة يعني فارت او اتخمرت قوي، فحطيتها في حاجة كبيرة شوية. طبعا انا دلوقتي قطعت عين الجمل، انا ولادي ما بيحبوش عين الجمل، انا بحب العين الجمل والملبن. فجبت عين الجمل، حطيته كده في قلب الملبن، وبعجن الملبن بعين الجمل. حطيت يا دوبك بس معلقة سمنة كده علشان اعرف اكورها ما تلزقش في ايدي. هنكور الملبن ونجهزه طبعا كده. الدقيق السمنة بردت شوية، هنقعد نبس بقى في قلب الدقيق. بصوا انا بجيب من تحت لفوق كده، تحت بيبقى فيه دقيق، شايفين فيه دقيق من تحت. نقعد نبس كده الدقيق بالسمنة، اهم حاجة علشان تاخدي كحكاية ناعمة وحلوة. هنقعد نبس كده لغاية ما ايدينا توجعنا. نقلب كده ونبس، يعني تحسي ان العجينة كده خلاص مش محتاجة مية، لان معجونة كلها بالسمنة. يعني الكحك اهم حاجة السمنة فيه، فعلى السخن بيبقى الكحكاية ريحتها حلوة قوي، غير السمنة الباردة، يعني ما بيبقاش ريحة الكحك جامد كده. هنقعد نبس طبعا في العجينة كده، كل ما تبسي بتبقى الكحكاية ناعمة وحلوة. اديني ببس كده، وحطيت الخميرة اللي هي نص كوباية مية مع الخميرة، بقلبها، وبعدين هحط كوباية مية بالرشرش كده، كوباية اللي هي المية دي كده، يبقى كوباية ونص. وبعدين هحس ان هي لسه العجينة فيها تشقق كده اهوت، هحط كمان نص كوباية. يعني انا على 3 كيلو حطيت كوبايتين مية، طبعا على حسب الدقيق اللي عندك. ممكن تحتاج مية شوية زيادة، وممكن ما تحتاجش. يعني انتي بتكعوري كده هو قطعة وتبططيها، لو لقيتيها شققت من الجناب بتبقى عايزة رشة مية.
وما نكترش المية علشان الكحك ما يبقاش ناشف. انا كورت شوية حتة واحدة يعني كده، مش مشققة ولا اي حاجة. الكحك ما بيتعجنش، يعني بنقعد نفتح في العجين كده برشرشة المية، بنفتح العجين علشان لو اتعجن بيبقى فيه عرق، ما بيبقاش حلو طبعا. كده انا هغطيها بقى، خلاص خلصت، هغطيها بنايلون او كيس نايلون يعني علشان العجينة ترتاح شوية. هو الكحك بيبقى سهل جدا جدا، من اسهل ما يكون، بس بنظبطه بموضوع المية بس، لو المية كتيرة بينشف. كده انا بعمل واحدة كده يعني علشان اوريكم. فتحناها، حطينا الملبن. انا الكحك دوت عملت حبة سادة علشان ولادي ما بيحبوش العين الجمل والكلام دوت ولا الملبن، وعملت حبة بعين الجمل بس علشان بنتي قالت لي انا ما بحبش الملبن، اعملي بعين جمل بس. وعملت حبة بعين الجمل والملبن ليا انا، فلازم نرضي جميع الاطراف. انا عملتها بالبصامة علشان اعرف بقى احدد دوت بالملبن وعين الجمل اللي بالبصامة، واللي هنقشه دوت بالعين الجمل بس المنقوش. والسادة انا نقشته ورحت نغزاه كده هوت علشان اعلمه اللي ده سادة. بالبصامة بوريكم البصامة يعني. كده انا عملت الملبن كله، جهزته علشان نقعد في السهرة بقى ايه، اقعد كده هوت اتسلى. بوريكوا كده هوت المنقوش دوت بعين الجمل وبس، واللي بالبصمة بالملبن وعين الجمل، والمنغوز سادة عشان ما تتلخبطوش بس. كده انا خلصت الكمية. الكمية طلعت حلوة يعني ما شاء الله. ودوت اللي مفتوح شوية كده الملبن بيبقى بيفتح العجينة شوية، بس طعمه تحفة. جربوا الطريقة ديت والله هتدعولي وان شاء الله يعجبكم. اتفضلوا عندنا، تعالوا دوقوه. وكل سنة وانتم طيبين يا رب، وفي بيوتكم متهنيين، وربنا يحسن ما بين ايديكم. بصوا الخبيز بتاعه حلو قوي. بوريكم الخبيز مستوي وحلو وناعم. النعومية بتاعته مظبوطة، مش اللي هو زي الدقيق تقطمي كده تلاقيه اتفتفت، لا حلو يعني. ولا هو ناعم قوي ولا هو الخشن، مظبوط. بنظبط الكحك بالمية والسمنة. يعني الكحك بتاع بره طبعا بيبقى طعمه حلو وكل حاجه، بس ما فيهوش ريحه الكحك. الكحك البيتي الميزه اللي فيه بتبقى شامه ريحه ريحه الكحك، بتحس فعلا في عيد يعني، بتبقى عاده. الكحك والبسكوت والبيتي فور طبعا، والبيتي فور ما بحبوش من بره، يعني بحب يعني اكله كده، لكن البيتي فور بتاع البيت لازم يتعمل بالزبده نيوزيلندي، وتحس طعم البيتي فور بمربى المشمش. فانا عن نفسي بحب اعمل حاجتي في البيت، حتى لو جالي جاهز او كلته من بره جاهز يعني، غير حاجة البيت خالص. انا طبعا برش عليه السكر عشان التصوير يعني، بس هو المفروض السكر بيتحط ساعة التقديم، بس بما اني بعمل فيديو طبعا لازم ارش السكر، ولازم اوريكم شكل الكحكاية في الشكل النهائي يعني. هحطه في طبق التقديم طبعا علشان خاطركم، وعلشان الضيوف لو جه ضيف ولا حاجة بيبقى جاهز. وجربوه في كيلو دقيق. كيلو دقيق هتحطي عليه كوبايتين وربع سمنة.
وهتحطي نص كوبايه ميه او كوبايه الا ربع ميه في الكيلو. بصوا من جوه كده هو مستوي وحلو قوي، نعميته جميله جدا. بوريكوا اللي هو ناعم. وكل سنه وانتم طيبين، وما تبخلوش عليا باللايك. شكرا، ميرسي.